الله أكبر شاهد وفاة الفنان التونسي القدير فتحي الهداوي وبقاء وانهيار الفنان عائشة بن أحمد. رحل عن عالمنا منذ قليل الفنان التونسي فتحي الهداوي عن عمر يناهز 63 عاما أثر أزمة صحية مفاجئة بعد 3 أيام من الاحتفال بعيد ميلاده. متابعينا أرجو منكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة ويصبر أهله وكل محبين، وتعازينا للأسرة ولشعبنا الشعب التونسي الشعب الطيب. بدأ الفنان الراحل فتحي الهداوي مشواره الفني من خشبة المسرح، حيث تألق في أداء عدة أدوار بمسرح مدرسته ابن شرف، قبل أن يلتحق بمسرح الهواة ليضع أولى خطواته نحو عالم التمثيل الاحترافي، وواصل تطوير مهاراته الفنية بالانضمام إلى المعهد العالي للفنون المسرحية في تونس الذي تخرج منه عام 1986 ليبدأ رحلة حافلة بالإنجازات الفنية على مدار مسيرته. قدم الفنان الراحل أدوارا بارزة في الدراما التونسية والعربية وأيضا الأوروبية، وكمان ساهم في 21 فيلما طويلا إلى جانب 3 أفلام قصيرة و32 عملا تلفزيونيا و6 مسرحيات. ولم تقتصر إسهاماته على التمثيل فقط، بل تولى رئاسة مهرجان الحمامات الدولي في الفترة من 2011 إلى 2014، حيث لعب دورا مهما في دعم المشهد الثقافي والفني. كما نعت الفنانة التونسية عائشة بن أحمد وفاة مواطنها التونسي على حسابها الرسمي على موقع انستجرام قائلة: فقدت الساحة الفنية التونسية أحد أهم مبدعيها الذي قدم الكثير من الأعمال الدرامية والمسرحية طوال عقود من الزمن، وداعا للفنان فتحي الهداوي. أرجو منكم الدعاء له بالرحمة والمغفرة ويصبر أهله وكل محبيه.